عميل كنت انا والتيم شغالين عليه، وراجل كان عايش في دولة من الدول العربية، ودي تجربته التانية في شراء العقارات. كان شارع عقار قبل كده في العاصمة الإدارية الجديدة، وكان نفسه يشتري عقار في الساحل. انا عن نفسي لما باجي اشتغل مع الناس على ان انا ابيع لهم، والناس يعني ممكن ما يكونش عندها خبرة كبيرة في المكان، ما راحتوش كتير، ما تعرفش عنه تفاصيل، وبالذات الناس اللي عايشة بره مصر، فبالتالي هم صعب ان هم يروحوا يبصوا ويشوفوا وهكذا. بعمل ميتينجز وزوم ميتينجز، اعمل حاجة اسمها educate العميل. يعني ايه بeducate العميل؟ انا بخش مع الراجل او مع العميل ايا كان اسمه ايه، زوم واثنين وثلاثة، نتكلم في تفاصيل ازاي اشتري، وايه اللي على اساسه انا كمصطفى وعلى اساسه اي حد بيقيم المشروع ده افضل من المشروع اللي جنبه، وهكذا. يعني بكلمه يعني ايه عمق القرية، يعني ايه عرض الشط، يعني ايه خدمات، يعني ايه ارتفاعات المباني، يعني ايه عدد الشاليهات في الدور، يعني ايه الفيوز عامله ازاي، او سواء لاجون او بحر او ايا كان الفيو بتاعه ايه، يعني ايه الفاسيلتيز دي تكون افكتيف قابله للتنفيذ ولا لا، يعني ايه الشاليه بتاعي او الفيلا بتاعتي قريبه من البحر ولا لا، هل القريه دي والشركه دي والمطور ده يقدر ينفذ الحاجات دي ولا لا، اسم المطور ده بيرفلكت بعد كده في استثماري ولا لا، سواء من بيع او ايجار وهكذا. فالسنه اللي فاتت في اول الصيف كده، كنا في شهر 6، دخلت انا مع عميل، انا فاكر انا والتيم، كان سيلز معايا في التيم، دخلنا معاه اكتر من 6 ميتنج. الراجل ما كانش يعرف اي حاجه عن الساحل. قعدنا في ال6 ميتنج دول نإديوكيت العميل. احنا ما بنبيعش حاجه، انا ما بقولوش اشتري معايا مثلا في سين من المشروعات او في سين من الديفلوبر، انا بتكلم معاه ان احنا نفهم ازاي التفاصيل والنقط اللي على اساسها انا بقول ده احسن من ده. فبالتالي هو الراجل اللي يشتري بنفسه. لما اجي بعد كده اشرح له، اقول له مثلا قريه كذا فيها تفاصيل كذا، وقريه كذا فيها تفاصيل كذا، يقدر هو من نفسه بعد ما احنا عملنا له education علمناه يقول دي احسن من دي عشان 1 2 3. بعد 6 ميتنج، 6 زوم ميتنج، الميتنج مثلا الواحد ممكن يوصل بالساعتين والثلاثه، وفي بعضهم في ايام العطلات يعني جمعه او سبت او كده. الراجل بعد ال6 ميتنج بدأنا بقى نخش في مرحله اختيار المشروعات. اختفى اسبوع، يعني احنا عملنا 6 ميتنج، الراجل مبسوط جدا، ايام العطلات شغالين معاه، تعبانين معاه جدا، بنحترمه، بنحترم وقته، وبنحاول نوصل له المعلومه بما يرضي الله، ملوش اي علاقه بعمليه البيع. اشتري معايا او مع غيري انا مش هزعل. اختفى اسبوع. اللي يزعلني هو راح اشترى مع حد تاني، راح اشترى ما اعرفش مع مين، بس اشترى مع حد. انا مش زعلان، بتحصل كتير وكل واحد ليه رزقه ونصيبه، ودي شغلانتنا عامه. يعني احنا ممكن نتعب مع حد وربنا يوفقناش ربنا، سواء العميل ما اشتراش معانا او حتى ما اشتراش خالص، او لايا كان السبب من الاسباب. ولكن العميل ده عمل حاجه غريبه جدا. احنا بعد الساعات الطويله من الاديوكيتنج والساعات الطويله من الشرح ازاي تشتري، راح اشترى في واحده من اسوأ المشروعات لمطور كبير انا عارف، مش هقول اسمه طبعا. احنا القريه دي بتاعت المطور ده بنسميها المسطره. يعني ايه المسطره؟ قريه عرض الشط بتاعها 350 متر. تخيل معايا كده انت كمشاهد، 350 متر عرض الشط في عمق القريه، يعني ابعد نقطه من البحر، من الطريق للبحر قد ايه؟ كيلو 800. 350 بحر في كيلو 800 عمق القريه. القرية الشاليه اللي اشتراه شاليه في المصطبة الأخيرة في شاليهات المبنى فيه أرضي و5 أدوار، الدور فيه من 6 إلى 8 شاليهات. يعني شط 350 متر، شط صغير جدا في عمق قرية كيلو 800، غير متناسب مع الشط وغير متناسب مع العمق الطبيعي اللي احنا بندور عليه. اشترى في آخر مصطبة، ويا ريت الكباسيتي أو عدد الشاليهات قليلة، لا ده اشترى في قرية فيها أرضي و5 أدوار 6 أو 8 شاليهات في الدور. فأنا كنت عايز أسأله السؤال الكبير، إزاي عملتها؟ ما عرفتش، يعني أنا عرفت طبعا بالصدفة إنه اشترى شاليه 1 بدروم ب 14 مليون جنيه، أغلى من 2 بدروم في قرية تانية بتقدم له كواليتي أحسن في مكان تاني. فسكتنا واستعوضنا ربنا. الراجل ده من كام يوم لقيته بيكلمني بيقول لي الحقني، أنا عايز أبيع الشاليه، أنا مزنوق، انا عايز اعمل ريسيل، انا الشاليه ده لا كان في مرحله لونش، ده كان في السنه الثانيه طرح للمشروع، والشاليه ده ما فيهوش اي تميز، والشاليه ده لو للاسف حب يبيعه دلوقتي مش هيعرف يبيعه. فدي نصيحتي للناس، يا جماعه احنا لما بنتعب معاكم عشان نعلمكم ازاي تشتروا، بنبقى الهدف مننا ان انتوا تقدروا تعبنا ده. فكره انا الرزق ده بتاع ربنا، اشتري معايا اشتري مع غيري مش مهم، بس فكره ان انا اتعب معاك عشان اعلمك وانت تروح ترمي كل اللي انا علمته لك في الزباله، تروح تشتري حاجه سيئه جدا طبقا للتعليم اللي احنا اتفقنا عليه. انا ما بعتلكش حاجه،
انا علمتك ازاي تشتري، فانت رميت كل اللي انا علمته لك واشتريت حاجات سيئه جدا عكس اللي احنا اتعلمناه. فدي حاجه تحزن، ودي حاجه بعد كده زي صاحبنا ده ربنا طبعا يفك ازمته ويفك زنقته يا رب ان شاء الله، يقدر يبيع الشاليه. بس انا عن نفسي شايف انه ما ينباعش حاليا ولا يتباع مستقبلا، على الاقل في الوقت القريب، يعني 4-5 سنين على الاقل. انت اشتريت اسوأ حاجه، يعني حتى مش فرصه ولا لقطه نقدر نسيلها لك بسرعه او بعد سنه من ما انت اشتريت. فيا ريت الناس اللي بتتفرج علينا تقدر المجهود وتحاول تشتغل مع ناس، مش بقول معانا، مع اي حد يقدم سيرفيس محترمه بيعلم العميل بتاعه، بيعلمه ازاي يختار وازاي يشتري، عشان دي اهم نقطه. لو عاوزين استشاره في العقارات او عايزين تسالونا على اي عقارات كلمونا على ارقامنا اللي بتظهر. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.